بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم. كمال الدين عمر ابن أحمد ابن أبي جرادة. كتاب تاريخي من الكتب المتخصصة بتاريخ الشام وتحديدا بتاريخ حلب. هذه النسخة حققها الدكتور سهيل زكار، شخصية سورية علمية معروفة. دار الفكر، طبعة دار الفكر، الجزء الثاني. ابن أبي جرادة المؤلف متوفى سنة 660 للهجرة. في الجزء الثاني صفحة 943 يؤرخ لأحمد بن عبد الله الذي خرج بالشام أيام العباسيين في أيام المكتفي بالله، وكان ينتمي إلى الطالبيين. لهذا السبب العباسيون أسسوا نقابة الطالبيين، ما بين فترة وأخرى يثور ثائر منهم، فأرادوا أن يتخلصوا من أذاهم فأسسوا لهم نقابة الطالبيين التي حدثتكم عنها. على أي حال، الموضوع هنا لا علاقة له بنقابة الطالبيين، إنما أردت أن ألفت أنظاركم إلى أن العباسيين كانوا يعانون من ثورات الطالبيين في هذا المكان أو في ذاك، في هذه السنة أو في تلك. وهو المعروف بصاحب الخال، وقتل بالدكة في سنة 91 و200. فهذا أحمد بن عبد الله الطالبي الذي خرج ثائرا في وجه العباسيين، إنه صاحب الخال، قتل سنة 291 وقتل بالدكة في سنة 91 و200. نحن لازلنا في عصر الغيبة الأولى. الغيبة الأولى متى انتهت؟ في النصف من شعبان سنة 329 للهجرة. متى دخل البويهيون إلى بغداد؟ في 23 من شهر ربيع الثاني سنة 334 للهجرة. صاحب الثورة هذا متى قتل؟ 291. نحن لازلنا في الغيبة الأولى. البويهيون لا وجود لهم في العراق، لم يبدأ تاريخهم. هذا الرجل ثار بالشام وقتل سنة 291. ماذا يقول ابن العديم ابن أبي جرادة في تاريخه صفحة 944؟ أمرهم أن يصلوا الجمعة 4 ركعات، فربما كان يعتقد أن صلاة الجمعة لا تقام في ذلك الزمان،
وإنما استبدلها بصلاة الظهر. أنا لا أريد أن أناقش ماذا فعل هذا الطالب أو ماذا لم يفعل، لا علاقة لي بهذا الموضوع. وأمرهم أن يصلوا الجمعة أو الجمعة 4 ركعات وأن يخطبوا بعد الظهر. ويكون أذانهم: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي المؤمنين، حي على خير العمل، إلى آخر الكلام. هل كان الأذان بهذه الصيغة: أشهد أن عليا ولي المؤمنين، أم أشهد أن عليا ولي الله؟ ليس مهما. كل الذي أريد أن أشير إليه من أن الشهادة الثالثة كانت معروفة في الوسط الشيعي وفي الوسط الطالبي، ونحن نتحدث عن تاريخ يسبق 291 لأنه قتل في 291. ثورته كانت قبل هذا التاريخ، فنحن في زمان الغيبة الأولى. البويهيون لم يأتوا إلى العراق، تاريخهم في العراق لم يبدأ. أقول هذا الكلام حتى لا يتصور المتصورون من أن البويهيين هم الذين اخترعوا الشهادة الثالثة في الأذان وابتدعوها. هذا أمر كان معروفا عند الشيعيين وعند الطالبيين، لكنه كان بنحو سري. متى ما فسح لهم المجال ظهر إلى العلن، وهذا هو الذي جرى في العراق زمان البويهيين. وهذه الحكاية تحكي عن بلاد الشام، عن بلاد الشام. الشهادة الثالثة كانت موجودة في الأذان والإقامة عند الشيعة، لكنه لم يكن ذلك علنيا. هذه قرائن، ونحن لا نمتلك كل المعطيات. هذا معطى من المعطيات التقريبية. نذهب إلى فاصل.